الو يا جماعة، النهاردة بقى جاية علشان أكلمكم إيه الأسباب اللي ممكن تخلينا نتردد إن احنا نطلب مساعدة نفسية أو إن احنا نلجأ لمختص ممكن يساعدنا ويخرجنا من الحاجات اللي احنا بنبقى فيها، خصوصا إن منظمة الصحة العالمية قالت إنه 70% من مرضى الاكتئاب بيترددوا إنهم يلجأوا المختص بعد معرفتهم وإدراكهم الكامل إنهم محتاجين حد يساعدهم، لكن في مجتمعاتنا العربية بالذات ما بيلجأوش وما بيشوفوش ايه احتياجهم. الاسباب اللي جايه اولهم الوصمه الاجتماعيه، يعني من الاخر ممكن يطلق عليه لقب المجنون، ده مجنون، ده دماغه هوبه، ده بيروح لدكتور نفساني من وقت للتاني. والحاجات دي او الوصمه دي ممكن تاثر على قرارات الارتباط او ان يتم اختياره او اختيارها كشريك حياه، وكمان ممكن ياثر عليه على توظيفه في احدى الاماكن او في احدى الاشغال او احدى الوظائف او احدى المكانات الاجتماعيه. فطبعا الناس بتفضل انها في الحالة دي تسكت. تاني حاجة انهم بيخلطوا ما بين النفس والروح، يعني لما تيجي تتكلم مع حد وتقول له قد ايه انت تعبان نفسيا من حالة فقد مثلا او من صدمة تعرضت لها، يقول لك انت محتاج تلجأ لربنا، انت بقالك قد ايه ما بتصليش، انت محتاج تروح كده تعمل طقس من الطقوس لمختلف الأديان علشان تلاقي نفسك هديت وروحك هديت. لا يا جماعة، الروح هي الروحانيات، هي الإيمان. النفس هي النفس، الدكتور النفساني، المتخصص النفساني، الحاجة النفسية اللي موجوعة. ولذلك معظم الناس اللي بتنتحر بيعتبروهم انهم كفروا، مش ان عندهم مشاكل نفسية لم يتم علاجها، فالناس دي لجأت انها تأذي نفسها. الحاجة الثالثة